السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم بقناتي أم حياة وإسلام. اليوم جبت لكم فيديو جديد، نتمنى إن شاء الله يعجبكم. اليوم غنهضر لكم على فوائد العلك الصحراوي، أو بما يسمى الصمغ العربي. أتعرف على العلك الطلح وفوائده. العلك غني عن التعريف لدى الصحراويين، فهو مادة تستخرج من لب شجرة الطلح، معروفة عند الصحراويين وخاصة عند البيضان عامة، ويستخدم في العديد من الأشياء نظرا لأهميته العلاجية والجمالية. فالعلك فوائد علاجية عديدة، نذكر منها أنه يوضع في الماء الساخن ويشرب للعلاج التسمم، ويمكن استخدامه كدواء لمرضى إغندي، فهو مرض يوجد في الرأس. والعلك كذلك فوائد جمالية أيضا، فقد يستخدم لإعطاء الرغوة للشاي عند وضعه ففي أحد الكؤوس، وإضافة وضع شيء ساخن إليه لنحصل على الرغوة. ويقول باحث في هذا المجال أن شجرة الصمغ العربي العلك تعيش 35 سنة، وهي من الأشجار القوية المتحملة للجفاف. ومن مميزات العلك أنه منتوج طبيعي وعضوي، لا طعم له ولا لون ولا رائحة ولا سعرات حرارية، كما يتميز بعدم التفاعل مع المواد الكيماوية بسهولة، بينما يذوب في الماء. لذلك يستخدم في كثير من الصناعات كالمنتوجات والعقاقير الطبية ومأكولات معلبة ومشروبات غازية ومواد لاصقة وزيوت اصطناعية ومستحضرات التجميل، الدهانات، وصناعات أخرى كثيرة ومتنوعة. ويعد العلك غذاء حيوي مفيد للصحة العامة للإنسان، ويساعد على التخلص من الفضلات والسموم، ومفيد جدا لمرضى الكلى لأنه يساعد على طرح كميات كبيرة من النيتروجين، ويتخلص منها من الخارج نظام التنقية في الكلى المصابة، ويخفض نسبة البولين في الدم، وبذلك يقلل من الإصابة بالفشل الكلوي.
ويمتص الصمغ موادا مسرطنة، ويمنع من سرطان القولون، ويعالج الإمساك المزمن وقرحة المعدة، ويعمل على خفض ضغط الدم بتخفيض الكوليسترول في الدم، ويعطي وقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد على إنقاص الوزن وإذابة الدهون، كما يقلل من معدل امتصاص الجلوكوز في الدم، وينظم إفراز الأنسولين ليناسب معدل تحرير الجلوكوز داخل التيار الدم لمرضى السكري. ويضاف العلك للماء والمشروبات الطبيعية والباردة والساخنة ما يزيد قيمتها الغذائية، والاستعمال اليومي يضاف ملعقتان كبيرتان من العلك أي الصمغ العربي إلى كوب ماء، ويستعمل صباحا ومساء قبل النوم. يمكن مضاعفات والجرعات في حالات المرضية لمدة 3 أسابيع كحد أدنى. ولهذا وصلنا إلى نهاية الموضوع الذي تحدثت عنه عن العلك الصحراوي أو بما يسمى الصمغ العربي، وأتمنى أن يعجبكم الفيديو وينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.